معانا دلوقتي رسالة صوتية، اتفضل. أنا غادة وكان عندي مشكلة يعني أحب أطرحها على حضرتك. أنا اتجوزت من فترة واحد غني ووسيم، وحاولت يعني قد ما أقدر إني أكون كويسة مع أهله في أول جوازنا يعني في البداية، لكن هما كانوا رافضيني خالص علشان كانوا يعني شايفيني إن أنا مش مستواهم اجتماعيا وكده. بس الأمانة يعني هو كان متمسك بيا جدا، بس أنا ما قدرتش أنسى مواقف أهله معايا، فقررت أعاقبهم أو قررت أعيش لنفسي وما خلفش، منعت نفسي من الحمل وركزت في شغلي قوي واشتغلت على نفسي وكبرت قوي قوي في شغلي لدرجة ان انا بقيت احسن من جوزي ومكانتي عليت. وبصراحة هو لا كان بيعترض ولا بيعاتبني ولا اي حاجة وسايبني اعمل اللي انا عايزاه. انا كل دوت انا كنت فاهمة انه مبسوط بشغلي وموافق عليه. يعني عدت 5 سنين من غير خلفة وهو ما بيتكلمش في الموضوع ده خالص. ابتديت اتعامل بتعالي مع اهله وحسيت ان انا في مكانة عالية وكأني برد الاساءة اللي هم اساءوها ليا. وكنت دايما لما اقعد معاهم اتكلم عن نفسي وعن مكانتي في الشغل عشان اعرفهم واوصل لهم انا بقيت ايه ومش زي ما هم كانوا فاهمين ان انا مش حاجة يعني. لكن امه بدأت بقى تزن عليه في موضوع الخلفة وكده وانا اقول له مش وقته مش وقته. بصراحة انا كرهت عيلة جوزي. في الوقت ده بالصدفة قابلت واحد، يعني كان في بينا علاقة قبل الجواز وكده. انا بصراحة حنيت له لاني كنت مفتقدة الاحساس ده. كنا بنتكلم شات وبينا تليفونات وكده، بس بالصدفة جوزي شاف الحاجات دي وشاف الرسائل اللي بيني وبينه، بس كان رد فعله غريب جدا. هو ساب البيت ومشي من غير ما يتكلم ولا كلمة. انا كنت فاكرة انه شوية وهيرجع. فضلت مستنياه لكن ما حصلش ومرجعش. قعدت افكر وقعدت افتكر انا كنت بعامله يعني هو واهله ازاي، وهو ما كانش بيحاول يضايقني خالص. حسيت اني غلطت في حقه واني ما اقدرش ابعد عنه. قررت اروح له واقول له اني نفسي اخلف منه، بس للاسف كان الوقت فات وكل اللي لقيته منه انه طلقني. حسيت بندم شديد قوي، حسيت ان غروري وانانيتي عموني وضيعت اكتر انسان حبني واحتواني. هو اللي عماكي عقدة النقص اللي جواكي، انت عشان حسيتي انك اقل من عيلتهم فعوضتي ده بغرور وعجرفة على الفاضي. انت اللي ضيعك العجرفة. هما كانوا بيحبوكي، بس انت بدأتي تقولي انتوا ما كنتوش عاوزيني في الاول. لا، انا مش قليلة، انا عندي كبرياء، انا عندي غرور. كانت النتيجة ايه؟ النتيجة ان يوم ورا يوم المشاعر قلت وهو وعيلته بعدوا. لما بقى حضرتك كمان فوق ده كله وتلاقي انك بترجعي لحوار هو كان مع حد معاكي في الماضي، ممكن ما تكونيش بتخوني ولا حاجة، بس الراجل على اخره بقى ما يصدق بقى انك تمشي. عشان كده اول ما قلتي له ارجع لك قالك انت طالق. هو ما صدق، تعب من كتر الكبرياء الغير مبرر، تعب من الغرور والتناكة. على ايه وليه؟ انا حاسه اني اقل من اللي قدامي مش معناه ان انا ابقى مغروره، بالعكس، انا احاول احسن من نفسي واعلى. انت عملتي العكس، فهو مش هيرجع. ولازم تعرفي ان لما احس ان في حاجه ناقصاني مش حلها ان انا اعمل اسقاط نفسي على الاخر. اسقاط نفسي بمعنى ايه؟ يعني انا حاسه ان انا ناقصني حاجه، فاللي قدامي اقول له انت ناقصك الكلام ده. تبتدي هم حاسه انهم متقلطين فانت مغروره اكتر. هو مش ده الحل. الحل انك تقعدي تعلي من نفسك وتعلي قيمتك. كان النهارده محدش قدر يستغنى عنك.